بيبدأ الفيلم بيوري بويكا بعد ما ربنا تاب عليه الجزء اللي فات قرر يستقر في اوكرانيا. هو بيكون عايش على فلوس المباريات الغير شرعية علشان مش لاقي بطولات شرعية يخش فيها. بيخش على صاحبنا ده بيكسر عظمه وبياخده يمين في شمال. هو بيكسب المباراة كالعادة يعني. اما سجن روسيا اللي كان مسجون فيه ظهر فيه بطل جديد بياكل اطفال مجففة. بتبدأ المباراة اللي هي عبارة عن خلطة سحرية بيعلمك يا ست الكل طريقة عجن الكفتة. هنجيب بغل زي ده وندخله على الخروف على حسب ما انت بتحبيها ضاني ولا عجالي، ونخلي البغل يفرم الخروف هتطلع معانا الكفتة بالشكل ده. المهم بيخلص فرمه وبيكسب الماتش. بعدها بويكا بيروح يتبرع للكنيسة، فالقسيس بيسأله بيقول له هو انت لسه بتلعب مباريات غير شرعية؟ بيقول له ايوه لسه. بيقول له تفتكر ربنا راضي على اللي انت بتعمله؟ بيقول له ربنا اداني موهبة ولازم استغلها. بيقول له ولا نفترض وانت بتلعب الشخص اللي قدامك مات، هيكون ايه احساسك؟ سيبك من احساسك، احساس اسرته واهله. بويكا بيتأثر شوية وبيسيبه وبيروح التمرين. مدير اعماله بيجيله وبيقول له افرح يا بويكا لقيت لك بطولة اوروبية رسمية. بيقول له الاهم شرعية؟ بيقول له اكيد. بيقول له مستني ايه؟ يلا بينا. بيروح هناك وقبل ما بيبدأ المباراة مدير اعماله بيقول له خلي بالك المباراة دي مباراة تأهيل، يعني لو كسبتها هتروح البطولة والمنافس اللي قدامك مش سهل خالص، دماغه انشف من دماغك. بيقول له ولا يهمني هكسرها له، انا ما عنديش حل غير ان اكسب المباراة دي واخش البطولة. وها هي اللحظات المنتظرة وبويكا اتأكد من نظرات المنافس ليه انه مش سهل خالص. وبتبدأ المباراة. بويكا بيمسك الواد وبياخده طحن صحن شحن اصلي. طبعا الواد ما بيسكتش وبيقوم على بويكا، وقبل ما بيسخن بويكا بيصده وبيكسر صدره ورجليه وايده. بيقع على الارض ولكن دماغه ناشفة وبيقوم تاني. بيروح له وبيشقلطه على الارض. بيقول له احسن لك ما تقومش تاني. لكن الواد ما بيسمعش الكلام وبيقوم. بويكا خلقه بيضيق فبيقرر يفصله. ما بيقومش تاني. وقالك من الاول يا ابني بتنشف دماغك ليه؟ المهم مدير اعماله بيبارك له ومنظمين البطولة بيروحوا له وبيقولوا له عاش عليك يا بويكا، احنا مبسوطين انك هتروح البطولة، اكيد البطولة دي اتعملت علشانك. بيقول له طبعا ما هو الفيلم كله علشاني. مدير اعماله بيديله فلوس الماتش وبيسيبه ويمشي. وهو خارج بيقابل الشخص اللي كان معاه على الحلبة. بيقول للممرض هو ماله في ايه؟ بيقول له لا ما تقلقش ده حاجات بسيطة، ارتجاج على نزيف داخلي بخلاف النزيف الخارجي، يعني ان شاء الله هيموت قريب، ده لو ما ماتش في الطريق يعني. في الوقت ده بيفتكر كلام القسيس وبيكون في منتهى الحزن وما بيعرفش ينام الليل من كتر التفكير. تاني يوم بيروح لمدير اعماله بيقول له الراجل اللي انا طحنته امبارح ده عامل ايه؟ بيقول له مات امبارح. بيقول له يعني ايه مات؟ طب هو منين؟ بيقول له من روسيا. بيقول له طب هو متجوز مخلف امه وابوه؟ بيقول له معرفش ده حتى شنطته اهي. النتر ما سايبش فيها ولا جنيه. بياخد الشنطه وبيفتشها بيعرف ان اسمه فيكتور ومتجوز. بيقول له اضرب لي جواز سفر. بيقول له هتروح فين؟ بيقول له انا لازم اسافر روسيا. بيقول له روسيا مين؟ انت مطلوب هناك ولو رحت هتقبض عليك، نسيت حلم البطوله اللي هتبدا بعد اسبوعين؟ بيقول له انت مال اهلك اضرب لي باسبور في اسرع وقت. وبيسيبه ويمشي. ودي بقى جنازه فيكتور. اما دي مراته الما. الناس بتعزيها وزور بيجو بيقول لها شد حيلك. بتقول له قدر ومكتوب يا اخويا هنعمل ايه؟ بيقول لها طيب مش هتجيب الفلوس اللي عليكم؟ بتقول له انت ما فيش عند امك دم خالص؟ لاحظ ان جوزي لسه ميت، وعموما انا هشتغل عندك لحد ما اسد لك فلوسك كلها. بعدها مدير اعمال بويكا بيجيب له الباسبور. هو بيقول له هتعدي الحدود بالسهل ولكن جوه البلد احذر وخلي بالك من اي كمين، ابعد عن المشاكل بقدر الامكان وامشي تحت الحيط لحد ما تروح وتيجي بالسلام. هو بيسيبه ويمشي. بيوصل الحدود بيقابلهم كمين. الظابط ده بيقول له باسبورك يا وحش. بيقول له اهو. بيقول له وانت بقى داخل البلد تعمل ايه؟ بيقول له عمتي ماتت ورايح اورث فيها، تحب تيجي تورث معايا؟ بيقول له الله تسلم. واخيرا بيوصل لالما اللي بتكون مشغله صاله الرياضه اللي سايبها لها جوزها. في الوقت ده رجاله زور بياخدوها علشان تروح شغلها الجديد. الشخص ده بياخد باله من بويكا. بيقول له انت محتاج حاجه يا وحش؟ بيقول له تسلم يا جحش، بس عايز اعرف البت دي رايحه فين. بيوصف له المكان وفعلا بيوصل هناك. المكان ده بقى كينج في اي حاجه وكل حاجه ممنوعه، صاله قتالات غير شرعيه، مخدرات، نسوان، كل حاجه. المهم اول ما بيخش جوه بيكون في ماتش بيتلعب لبطل المكان. بيخلص على خصمه وبيقول يا مكان ما فيهوش راجل غيري، حد له شوف حاجه. بويكا بيتضايق ولكن بيتصدم لما بيلاقي علما اشتغلت في المكان. بتاخد بالها ان بويكا بيروح وراها في كل مكان فبتروح له. بتقول له انت بتراقبني يا جدع انت؟ بيقول لها لا بس انا عايزك في كلمتين، انا جيت من اخر الدنيا علشان اقولهم لك. في الوقت ده الامن بيقفشوه وبيقولوا لالما كملي شغلك وانت تعالى معايا بره، وبيهددوا بالسلاح. بيقول له هي هتخلص شغل امتى؟ قائد الامن بيقول لهم ردوا عليها يا رجاله. الرجاله بتحاول ترد ولكن بويكا بيكون صاحي
عليهم وبيكسر عظمهم. في الوقت ده القائد بيثبته بالسلاح، فبياخد السلاح منه وبيريحه على الارض. في وقتها زور بيسقف له بيقول له لا عجبتني، انا عايزك تقاتل في الصاله بتاعتي هنا. بيقول له انا ما جيتش هنا علشان اقاتل. بيقول له امال جيت علشان ايه؟ بيقول له جيت هنا علشان البنت اللي كنت بتكلم معاها. بيقول له ها الما؟ لا الما دي ملكي، مش الما بس، المنطقه كلها ملكي، ولو حاولت تتكلم معاها باي شكل هعمل معاك الجلاشه، ويلا انجلع من هنا. بيسيبه ويمشي، وزور بيقول لرجالته راقبوه. بيروح ينام ولكن جوز الما بيطارده في احلامه. تاني يوم الصبح بيروح النادي الرياضي الالما، ولكن الشخص ده بيقول له ممنوع، فبيكشف له. بيخش جوه، والما اول ما بتشوفه بتقول له انت تاني؟ قول لي بقى ايه حكايتك. بيقول لها انا جيت علشان اوصل لك رساله سايبها لك جوزي. هو الكلب اللي اسمه زورو ده بيضايقك؟ بتقول له لا انا شغال عنده علشان جوزي خد منه فلوس فتح بيها النادي ده، بس شكرا ليك انت شخص كويس جدا. هو انت تعرف فيكتور جوزي منين؟ بيقول لها لا ما فيش، انا اللي كنت السبب في موته، بس وربنا كان حادث، انا جيت هنا علشان اساعدك ومستعد اعمل اي حاجه علشانك. بتقول له تقدر ترجع لي جوزي؟ بيقول لها لا، بس خدي دي فلوس القتال اللي كان ما بيننا. بتقول له دي فلوس دم جوزي اللي انت نهيت حياته، خد الفلوس دي ومش عايز اشوف وشك تاني. بيسيبها ويمشي، وهو خارج حزلقوم بيقوم ولكن بيناموا تاني. المهم بيرجع لزور اللي بيقول له انا مش قلت لك مش عايز اشوف وشك هنا تاني؟ بيقول له انا موافق على عرضك بس عندي شرط. بيقول له امرني. بيقول له هلعب ماتشين وتنسى الفلوس اللي ليك عند الما. بيقول له هتلعب 3 ماتشات ومنهم ماتش ضد بطل الحلبة بتاعي. بيقول له عشان خرق لا ما بيردش عليه وبيكمل كلامه مع زور. بيقول له انا هلعب مباراة يوم وهريح يوم. بيقول له هتلعب 3 مباريات في اسبوع؟ لا ده انت ناوي تخسر بقى. بيقول له بعيد عنك اصل مستعجل. بيقول له تمام يا بويكا. بويكا بينصدم فبيقول له ما تستغربش وما تقلقش من الشرطة، محدش هيقدر يجي ناحيتك. بعدها بيكلم مدير اعماله وبيقول له انا هتاخر اسبوع. بيصرصر معاه فبيقفل في وشه. هو بيجهز شنطته وبيخرج. في الوقت ده بيلاقي الما جاياله. بتقول له انت مجنون، انا ما طلبتش منك تقاتل علشاني. بيقول لها ومين قالك ان انا بقاتل علشانك؟ انا برد جزء من دين جوزك ودي اقل حاجه ممكن اعملها علشانه، اعيشك الباقي من عمرك حره. هو بيسيبها ويمشي. بيبدا تدريب، فحماسه بيقول له البتاعه دي بتاعتي ما تلعبش فيها، فبيلعب في وشه البخت. بتبدا اول مباراه والكل بيكون منبهر باداء بويكا المستجاب، وبويكا بياخد الواتش اللحي على قفصه اللحي ما بيرحمهوش، والما بتكون بتتفرج عليه. في الوقت ده بويكا بيجيب الواد على الارض وزور بيكون مستني يقتله، ولكن بويكا ما بيرضاش يكسر وشه، والماتش بينتهي بفوز بويكا. والما بتروح له بكوبايه ميه بيشرب وبيقول لها ما تعرفيش مكان اتدرب فيه؟ اصل الشباب اللي هنا بتوع مشاكل. بتقول له تعالى اتدرب في المكان اللي كان بيتدرب فيه جوزي. بتكون في منتهى الحزن. تاني يوم بيروح هناك وبيبدا تدريب والعيال بتكون بتتفرج عليه. الما بتيجي تاخدهم علشان ما يزعجوهوش فبيقول لها عادي سيبيهم. المهم بتبدا تاني مباراه وزور ابن الهرمه المره دي بيدخل عليه 2. بيقول له في صحتك يا بويكا عايزك تشد حيلك ها. وبتبدا المباراه ورغم انهم 2 عليه بيخش عليهم سوق وبيدي واحد فيهم ركله مزدوجه، بيريح وبينفرد بالتاني بيروق عليه، والما بتكون منبهره بيه جدا. في الوقت ده التاني بيقوم ولكن بويكا بيبدل عليهم، ولكن ابن الصرمه ده بيضربه في ظهره بيعجزه خالص. بيبص قدامه بيلاقي الما بتديله طاقه ايجابيه فبيرجع يكهرب الواد اللي كسر له ظهره. التاني بيحب يعمل نمره فبيقول لهم خدوا النمره دي. زيرو مفيش، اسالك ما تسالنيش، وها هي الضربه المزدوجه القاضيه. بياخدوها ما بيقوموش تاني، والما بتكون في منتهى السعاده. بويكا بيكون في طريقه لتحقيق النجاح وزور ما بيكونش عارف يوقفه ازاي، فبيقول له الظابط ده انا عايزك تخرج له كشمار من السجن. الظابط بيقول له مستحيل. بيقول له طب وكده؟ بيقول له كده صعب. بيقول له هتاخد زيهم مرتين لما يخرج. بيقول له اعتبره عندك يا كبير. بعدها بويكا بيروح يتدرب ولكن بيكون ظهره شادد عليه. الما بتجيله وبتقول له خد المرهم ده لظهرك. بياخده منها ولكن ما بيعرفش يدهن ظهره. بتقول له هات عنك يا اخويا ساعدك. بيقول لها لا لا شكرا. بتقول له رحمه فيكتور لا تجيب. بتحلفه بالغالي فما بيقدرش يتكلم. بتدهن له ظهره وبيروح ينام. تاني يوم رجاله زور بيبلغوا زور ان بويكا بيقضي طول الوقت مع الما. بيروح لها البيت وبيقرب منها. بتقول له نو تاتش مي بعد اذنك ما تلمسنيش. بيقول لها يبقى عملها بويكا. بتقول له ما اسمحلكش. بيقول لها على فكره بويكا قتل جوزك. بتقول له كان حادث. بيقول لها هو فاهمك كده بيكدب عليكي، هو بيكون عايز ولكن بتبعده. بيضربها وبيقول لها قريب يا اما هقتله يا اما هرجعه السجن تاني. هو بيسيبها ويمشي. بتروح لبويكا وبتقول له احكي لي اللي حصل يوم المباراه ومن غير كده. بيقول لها بصي انا كنت شخص شرس ما عندوش رحمه، دخلت حلبة سجون ودخلت قتالات غير شرعيه على عدد شعر راسك لحد ما ربنا هداني. قربت من ربنا وجاتني الفرصه وربنا كرمني ببطوله
بطلة شرعية. لما وقفت قدام جوزك ما كنتش شايفه لا انسان ولا زوج، كنت شايفه حاجز بيني وبين حلمي. مش معنى كده ان كنت متعمد قتله، معنى كلامي ان كنت اعمى. انا اسف على اللي حصل لجوزك بسببي. بتسيبه وتمشي، ومدير اعماله بيتصل بيه وبيقول له فينك يا عم الناس مستنيينك. بيقول له ما تقلقش انا هكون عندك النهارده في الميعاد. واخيرا بتبدا المباراه الاخيره ضد ايجور ملك الحلبة. بتبدا المباراه وايجور بيخش سخن حبتين، بيخبط فيه وبيرميه على الارض، وقبل ما يقوم بويكا بيتكسر ظهره. في الوقت ده الما بتحس بوجعه، وانا مين يحس بوجع يا قمر. ايجور بيستمر ضرب فيه وبيرميه ناحيه الما، اللي اول ما بيشوف عينيها بياخد نفس الطاقه الايجابيه. في الوقت ده ويكا بيرجع له وبيكسر عظمه، بيعمل وشه فرح وبيعزم الما فيه، وانت برضه صاحب معزوم. المهم بيخلص عليه وبيكسب الماتش، والما بتكون في منتهى السعاده، وبتبص هي وبويكا لزور بشماته، والناس كلها بتكون بتردد اسم بويكا. زور بيروح له وبيقول له عاش عليك، يلا بقى علشان هتقاتل بطل الحلبة. بيقول له مش هو ايجور بطل الحلبة؟ بيقول له لا، بطل الحلبة واحد تاني خالص. بيقول له لا ده كان اتفاقنا. بيقول له اها كان اتفقنا تلعب 3 مباريات وتقابل بطل الحلبة، يا اما كده يا اما العقد هيتلغي. في الوقت ده بيتصل بيه مدير اعماله، هو بيقول له انت فين؟ العربية بتاعتك هتتحرك دلوقتي. بيقول له انا مش هينفع اجي دلوقتي، حاول تغير الميعاد. بيقفل معاه وبيقول له زور هات لي الخروف اللي عندك. وها هو الخروف يا زميلي، نفس الواد اللي بياكل اطفال مجففة. الما بتنصدم وبويكا بينصدم وانا بنصدم وانت لازم تتصدم، وزور ولا على باله ابن الارم. المهم بيقلعوه الحديد اللي هو لابسه وبيخش على بويكا، وللاسف بويكا ما بيعرفش يعمل معاه حاجه وبياكل ضرب للصبح. في الوقت ده بويكا بيكون في منتهى الدروشه، بيبص على الما بتديله نفس الطاقه الايجابيه، ولكن ما بتفرقش كتير المره دي. بياخد ضربتين بيقع مكانه. تقريبا الما محتاجه تعلي الفولت شويه بس عشان الواد بيموت. وفعلا الفولت بيعلى المره دي، وبويكا بياخد الخروف ده يمين في شمال بذكاء، وقبل ما يقع على الارض بيمسك رجليه وبيكسرها، وقبل ما يقف تاني بيجري عليه يوقعه، وبكل ذكاء بيسيبه يسيطر علشان يمسك ايده ويكسرها. بعدها بيجري عليه وبيديله الاشتريبنش بيجيبه بره الحلبة وبيكسب الماتش. ولكن زور بيكون ناوي على الغد، بياخد الما وبيخلي رجالته يضربوا بويكا لحد ما بيكسروا عظمه. بويكا بيشوف الما وهي بتصرخ فبيقوم لهم تاني، بيخلص على كل الرجاله اللي في المكان، وزور بيكون عايز الما بالعافيه. في الوقت ده واحد من رجاله زور بيضرب بويكا طلقه في كتفه، ولكن بويكا بيناوله بالمضرب اللي في ايده وبيروح ورا زور. زور بيقول له هقتلها ارمي سلاحك. بيقول له احنا كان ما بيننا اتفاق يا ابن الصرمه. بيقول له ما انت الغبي، في واحد يامن لحد زي. في الوقت ده بويكا بيجري عليه وزور بيضربه بطلقه في جنبه، ولكن ده مش بيمنع بويكا يخبطه على الارض، وبيكسر عظم وشه لحد ما بيجيب كاتشب وتقريبا كده مات. في وقتها بويكا بينزف كتير، والما بتقول له يلا نمشي بسرعه. بيقول لها لا لا انا عايزك تسامحيني على اللي انا عملته في جوزك، ارجوك يقول انك مسامحاني. في الوقت ده البوليس بيحضر وبيقبضوا عليه. بعدها بفتره بتجيله زياره في السجن، وبتقول له ازيك يا بويكا، كنت عايز اجيلك من فتره ولكن ما عرفتش، وجيت لك النهارده علشان اشكرك على اللي انت عملته معايا، وعايز اقول لك اني سامحتك. بتنتهي الزياره وبويكا بيرجع لحلبة السجن من جديد. ورساله لالما، مهما غبت يا الما هيفضل بيني وبينك مكالمه. وهنا بينتهي الفيلم. لو وصلت لحد الدقيقه دي عاوزك تحط ايموجي الكفاس في الكومنتات علشان اعرف مين اللي كمل للاخر، وبرجولة كده انزل اعمل لايك واشتراك وزر الجرس علشان تشوف الجديد اول باول، وما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي. اشوفك الفيديو الجاي يا زعيم، سلام.